يصل حقنا اليوم إلى 945 مليون متر مكعب، أي بنسبة ملء ديال 140%، وهي نسبة يعني قياسية لم يصل إليها مستوى السد منذ البدء في استغلاله سنة 1979. إلا أنه رغم يعني هذه المستويات القياسية، إلا أن السد يعني يوجد في حالة جيدة، ويتم تتبع يعني حالة المنشآت المائية وجميع المؤشرات إيجابية، ويؤدي دوره يعني بشكل فعال، وهو الحماية من الفيضانات. بالنسبة للوضع الحالي للسد، هل هناك برمجة لطلقات للسد بتنسيق مع السلطات المحلية من أجل تخفيف الضغط عن حمولة السد وعن السد، وكذلك عن واد اللكوس؟ في هذه الحالة يعني بعد بلوغ السد يعني لهذه المستويات، ف يعني التفريغ يتم بشكل تلقائي، أي أن السد يعني يتم تفريغ يعني صبيب عبر مفرغ الحمولات بشكل تلقائي، وبالتالي بعد ارتفاع يعني منسوب المياه نظرا ل يعني التساقطات المنتظرة، فسيتم يعني ارتفاع المنسوب، إلا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات من أجل حماية الساكنة المتواجدة بالسافلة، والمتوقع يعني أن يشمل يعني خطر الفيضان في يعني ظل ارتفاع منسوب المياه في وادي لوكوس. نعم، ارتفاع منسوب المياه في سد واد المخازن هو أمر حتمي بحكم النشرات الإنذارية. اليوم انطلقت التساقطات المطرية منذ الساعة الأولى من الصباح، من المنتظر أن ترتفع المقاييس في قادم الساعات. بالنسبة لكم، كيف تنظمون عملية التنسيق مع السلطات المحلية، كذلك مع لجنة اليقظة هنا على مستوى عملة إقليم العرائش؟ نعم، بالنظر إلى نشرات الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، فقد تم إنجاز محاكاة للصبيب الأقصى المتوقع خلال يعني بعد يعني هطول الأمطار في سافلة واد لوكوس، وبالتالي تم إجراء اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إجلاء الساكنة يعني التي ممكن أن يشملها هذا الخطر، وبالتالي حماية المواطنين من خطر الفيضانات.